السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعيدة. في أمهات كتير جدا بيختلط عليهم الأمر وما بيعرفوش يا ترى أنا ابني الشقاوة اللي عنده دي شقاوة عادية ولا عنده فرط حركة. نركز كده مع بعض شوية عشان نعرف في الأول الفرق ما بين فرط الحركة وما بين الشقاوة. لازم تعرفي في البداية ان الطفل اللي عنده فرط حركة ده معناه ان هو عنده خلل معين في الدماغ. طيب الطفل اللي عنده فرط حركة ده ما بيقدرش يقعد ساكت، لا ما يعرفش ان هو ايه، يقعد يعمل حاجة وهو ساكت، ولو ناديتيه علشان تكلميه في موضوع ما يقدرش بقى يقعد ثابت كده، لا يبدأ يحرك ايده، يهز في رجله، ما يقدرش يلتزم ابدا. كمان الطفل اللي عنده فرط حركة هتبصي تلاقي ان قدرته على التركيز والانتباه هتبقى قليلة. الموضوع ده يبان قوي في الدراسة. ازاي؟ هتلاقي التحصيل بتاعه قليل، ما هو كده كده ما عندوش قدرة ان هو ينتبه ولا يركز، فمش هيحصل بقى المادة اللي المفروض ان هو يحصلها. بيبقى دايما كده مندفع، ما بيركزش غير في الحركة اللي بيقوم بيها. يعني مثلا هقولك زي ايه، ممكن يجري ياخد بعضه ويجري يجري ويتخبط في الحيطه، ما هو مش مركز، هو الحيطه قدامه، مش مركز بقى في حيطه قدامي انا هتخبط، لا انا مركز في الحركه اللي بعملها وبس. طب ايه بقى الحاجه الفيصل اللي ممكن اقرر يعني اوصل بيها ان طفلي عنده فرط حركه ولا لا؟ اجيب ساعه اظبطها على الستوب ووتش لمده دقيقه. طيب انا قدر يلتزم ويقعد الدقيقه ديت، اديله مثلا يرسم او يلون، او قاعده بتكلم معاه في موضوع قدر ان هو يقعد يرسم او يلون في الوقت دوت من غير ما يتحرك، من غير ما يقوم من مكانه، قدر يكمل الدقيقه دي، فخلاص دي شقاوه عاديه. طب ما قدرش يكمل الدقيقه ديت، لا خلاص كده انا الطفل او ابني عنده فرط حركه. في حاجة كمان مهمة جدا، هو يعني اما بيجي يلعب ما يعرفش يلعب وهو ساكت، بيحب يتكلم كتير ويحب يبقى فيه دوشة، يفضل بقى طول الوقت عمال يتكلم بصوت عالي ويبدأ يتكلم مع العرايس او الدباديب بتاعته، يخلق حوار، ما يعرفش يقعد ساكت. لما تندهيله ما ينتبهش من اول مرة. وزي ما قلنا الفيصل الدقيقة اللي هو هيقعدها، خلاص بقى انا عملت يعني لاحظت ان هو عنده كل ده، وحبيت اتأكد بموضوع الستوب ووتش، وخلاص عرفت مثلا بنسبة 80% ان ابني عنده فرط حركة، يبقى لازم اوديه عند حد مختص عشان يعمل له تقييم نفسي. خلاص هو كمان التقييم النفسي دوت قال ان الطفل عنده فرط حركة، يبقى كده بقى هنبدأ مرحلة العلاج هينقسم لشقين، شق نفسي وشق كيميائي. طب يعني ايه بقى الشق النفسي او الشق السلوكي دوت؟ دي كده عبارة عن مجموعة جلسات بيعلموا فيها الطفل ازاي يقدر يركز ويتحكم في الحركة بتاعته. كل ما وديتي ابنك بدري او بنتك، يعني الطفل لما يكون عنده فرط حركه وكل ما اكتشفتي الموضوع بدري ووديتيه بدري، فانت ممكن العلاج يقتصر على الجانب مثلا السلوكي او النفسي بس. طب الموضوع منفعش او تخطينا بقى مرحلة العلاج السلوكي، بندخل على مرحلة العلاج الكيميائي، وده ما بيحصلش الا في الحالات اللي بتيجي متأخر، انا اكتشفت الموضوع متأخر ووديته بعد ما عدى وقت كبير جدا، هضطر بقى ألجأ للعلاج الكيميائي. الموضوع ده بيقلق امهات كتير جدا، ايه ده، هو انا ابني هياخد ده ادوية نفسية؟ لا هي مش ادوية نفسية، هي ادوية بس هتساعده على التوازن وهتظبط عنده موضوع يعني الاتزان ده شوية. ما قلقش خالص لان الجرعات هتبقى قليلة. انا بقى كأم وظيفتي ايه في البيت؟ اقدر اساعد بايه؟ ابدا بقى ان انا اعمل للطفل دوت روتين، امشيه كده على روتين او نظام كل يوم، اعمل له جدول اكتب فيه الحاجات اللي هو المفروض يعملها. اليوم اللي بينجز فيه الحاجات ديت او بيخلصها وبيلتزم بيها فانا لازم اكافئه. اركز ان المكافأة تبقى معنوية اكتر من مادية، احضنه ابوسه اطبطب عليه، بلاش طول ما انا قاعدة اركز واقول له ايه، انت مش ممكن، انت بتتحرك كتير، انت على طول كده ما بتعرفش تقعد ساكت، لا ما ينفعش ان انا افضل اركز على السلوك واقول له ان انت ما بتعرفش تقعد ساكت.
ابعد خالص عن النقطة دي. احاول اركز في الاكل بتاعه على البروتينات واقلل من السكريات. طب انا ليه اقلل من السكريات؟ لان الطفل اللي عنده فرط حركة طبيعي بيتحرك كتير، انا بقى اروح مدياله سكريات هي اصلا بتدي طاقة وبتخلي الطفل في يعني بيتحرك والحركة بتاعته بتبقى زايدة، هو مش ناقص. لا، ابعد خالص موضوع السكريات دوت، او اقللها على قد ما اقدر. لو انا مثلا المكتب بتاعه في الاوضه محطوط عند الشباك او اي حاجه ممكن تشتت انتباهه او التركيز، ابدا ان انا اغير مكان المكتب، احطه مثلا عند الحيطه. طب اعمل بقى حاجه اسمها تشكيل سلوك. ايه هو بقى تشكيل السلوك دوت؟ ان احنا لما نقعد مثلا نكتب الواجب، ابدا معاه ب6 دقايق. يلا هنبدا نكتب الواجب، خلصنا ال6 دقايق نرتاح. ما يبقاش في حاجه اسمها ان انا هكتب الواجب بشكل متصل، هو مش هيقدر. خلص ال6 دقايق وخدنا شويه راحه، ابدا ارجع تاني ازود دقيقه، يعني بدل ال6 دقايق يبقوا 7 دقايق، وبعد كده اخد راحه تاني، وبعد كل راحه ازود دقيقه. بالتدريج الموضوع دوت هيساعد، يعني إن هو بقى هيساعدك ويساعد العلاج اللي انت يعني بدل ما نطول بقى في العلاج وكده، لا انت بتساعدي من ناحية تانية في البيت. طب انا ممكن كمان اعمل ايه؟ لازم ابقى واضحة في كلامي، يعني ما ينفعش اقول له حاجة وهي تستحمل معنيين. انا ما اقولوش مثلا روح هات الجاكيت بتاعك من الأوضة، ويبقى في جاكيتين، انا مطلعه له جاكيتين، ما انا ما حددتش هو عايز ده ولا ده، هي ماما عايزه بقى الجاكيت ده ولا عايزه الجاكيت ده. بلاش اديله اكتر من امر في وقت واحد. ده انا هو داخل يجيب الجاكيت، فما اقولوش بقى ايه وانت راجع بقى هات لي ازازه ميه او هات القلم من على المكتب. لا، هو طلب واحد بس. انتي لما هتعملي كده في البيت مع طبعا الجلسات اللي هو هياخدها، باذن الله الموضوع مش هيطول، خصوصا لو بدأنا بدري. انا بتك قوي على موضوع لو بدأنا بدري، لان الموضوع ده بيفرق كتير جدا. يا رب اكون فدتكم، واشوفكم في فيديو جديد.